اخبار مهمة نزلت بخصوص ازمة القيد اللي كانت مهددة صفقات الزمالك. النادي اعلن دلوقتي انه سدد كل المستحقات، واصبح دلوقتي عنده الحرية لتسجيل اللاعبين الجدد بدون اي مشاكل. الزمالك سدد كل المتأخرات مع اتحاد الكورة، حتى مستحقات اللاعبين اللي كانوا موجودين قبل كده. وطبعا المبلغ اللي متبقي دلوقتي هو جزء صغير جدا، وهيتسدد المبلغ ده في غضون شهر او شهر ونص. وطبعا الاتحاد وافق وفتح النظام للزمالك عشان يقيد اللعيبة الجدد، وطبعا ده سمح بقيد صفقات زي بنزا شريف وناصر وآدم وقايد وغيرهم. وطبعا الخطوة دي مهمة جدا، لأن نظام التراخيص بيحط شروط واضحة مالية لأي نادي يشارك أفريقيا أو محليا. وسلوك الزمالك دلوقتي حاليا بيظهر التزام واستقرار، والجمهور لازم يعرف إن النادي بدأ فعلا إعادة تنظيمه الإداري والمالي. قولوا لنا بقى رأيكم، هل خطوة سداد الديون ده تمهيد لموسم جديد قوي؟ وهل الزمالك يقدر يتكلم في صفقات ضخمة بعد كده ولا لا؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.